ماذا لو المسيح ما كانش اتطعن؟ اطعن المصلوب يا جندي، خلينا نتاكد انه مات عشان نروح. ده مات وشبع موت يا قائد، مش لازم نطعنه. انا شفته قاطع النفس من شويه. الكلام ده على مسؤوليتك؟ على مسؤوليتي. خلينا نخلص ونمشي. كان أول اتهام هيتقال على قيامة المسيح إن يسوع كان مغمى عليه والجنود افتكروه مات بالغلط ودفنوه، ودي يعني حادثة ياما حصلت. لكن اللي حصل بقى إن يسوع اتضرب بالجنب بالحربة وطلع من جنب السيد المسيح دم ومية. طب الدم ده مفهوم، أمال المية دي إيه؟ المية دي بقى دليل على إنه مات، لأن المية دي بتبقى متجمعة حوالين الرئتين نتيجة الحالة الصحية اللي وصل لها السيد المسيح بعد الصلب والجلد. وده معناه بقى إن الحربة دخلت في جنب السيد المسيح واخترقت القلب والرئتين، يعني حتى لو كان السيد المسيح عايش بعد الضربة بالحربة دي أكيد هو مات. وبعد بقى كل ده ب3 أيام المسيح قام من الموت. معجزة بكل المقاييس، بتشهد عن مين هو يسوع وبتأكد إن هو الله. وعشان كده بقى لازم أنت كمان تتكلم عن القيامة وتشهد عن يسوع.